السلام عليكم. اليوم سنتحدث عن أشهر أنواع الخرفان في المغرب والفرق بينها وما الذي يميز كل سلالة عن الأخرى. في المغرب توجد عدة أنواع معروفة من الخرفان، وكل منطقة تشتهر بسلالة معينة تختلف من حيث الشكل، الحجم، جودة اللحم، وقدرتها على التحمل. أول نوع معنا هو السردي. السردي يعتبر أشهر خروف في المغرب، وينتشر خصوصا في مناطق سطات، بني مسكين، وخريبكة. يتميز السردي بحجمه الكبير ولونه الأبيض، مع وجود بقع سوداء على الوجه والأرجل، إضافة إلى قرونه الكبيرة الملفوفة. ويعتبر من أكثر الأنواع طلبا بسبب شكله الجميل وجودة لحمه، لكن ثمنه يكون مرتفعا مقارنة ببعض السلالات الأخرى. النوع الثاني هو تمحضيت. تمحضيت مشهور في مناطق الأطلس المتوسط مثل خنيفرة وإفران وأزرو. هذا النوع معروف بالقوة والتحمل لأنه يعيش في المناطق الباردة، كما يتميز بالصوف الكثيف والجسم القوي، ويعتبره الكثير من الناس من أفضل الأنواع من ناحية جودة اللحم والطعم، وثمنه غالبا أقل من السردي. النوع الثالث هو بني كيل، وينتشر هذا النوع في شرق المغرب خصوصا في وجدة وقرادة وفكيك. بني كيل معروف بقدرته الكبيرة على التحمل، ويمكنه العيش في المناطق الجافة والصعبة، كما أنه يستطيع المشي لمسافات طويلة ولا يحتاج إلى عناية كبيرة مقارنة ببعض السلالات الأخرى. أما لحمه فله نكهة قوية